صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ كله تمام يا رب تكونوا بخير. النهارده انا رايح اجدد رخصة العربية. اللي حصل ان انا نسيت اجدد الرخصة بتاعت العربية من شهر 5 اللي فات. هنا ممكن لو انت الرخصة بتاعتك يعني في الميعاد بتاع التجديد بتاعها ممكن تجدد عن طريق الاونلاين. تدخل اونلاين، تحط البيانات، تدفع الرسوم ويبعتوا لك التجديد على طول على البيت عندك. لكن انا طبعا نسيت ان انا اعمل التجديد ده، فهحتاج ان انا اروح المرور اجدد العربية. وبعد كده هنعمل شوية حاجات في العربية، هنديها غسلة محترمة كده ونظبطها. فخليكوا بقى معايا، هناخد دلوقتي الطريق مع بعض ويلا بينا. طيب يا جماعة، احنا اتحركنا اهو في المشوار بتاع تجديد الرخصة. تجديد الرخصة بقى ايه الاجراءات بتاعته؟ هنا مش صعبة خالص، بس هو علشان احنا في دالاس، فعندنا اللي هو حاجة اسمها emission test. ده اللي هو بتاع عادم العربية بتاع التلوث، لازم تعمله قبل ما تروح تجدد الرخصة. فاحنا دلوقتي هنروح على طول على المركز اللي هنعمل فيه التيست ده او الاختبار ده، هو علشان نتأكد ان العربية ما بتسببش تلوث للبيئة. فانا بصراحة يعني سايق رايح هناك، قلت طب ما يعني احنا بقينا خلاص مع بعض تقريبا كل اسبوع، فقلت لا تعالوا بقى معايا نروح المشوار ده مع بعض. وهو بالمرة ايه، اوريكم الطريق هنا. الطريق بقى في دالاس انا بحبه جدا بصراحه. بعد ما عشت في نيويورك، الطريق في نيويورك بيبقى اضيق بكتير من هنا. تمام، الطريق ضيق والسرعه قليله. لكن هنا في تكساس، علشان برضو لازم يعني ندي لكل حاجه حقها، تكساس تعتبر من اكبر 5 ولايات مساحه في امريكا. لدرجه ان انت ممكن هنا تاخد مشوار جوه تكساس، يعني تروح مثلا من دالاس لسان انطونيو، او من دالاس للباسو، هتقعد لك حوالي 8 9 ساعات سواقه وانت سايق على طريق سريع والسرعه هنا عاليه. احنا هنا عندنا السرعه على الطريق بتبقى من 70 ميل في الساعه ل 75 ميل في الساعه. تمام، ده القانوني، ده اللي المرور حاطه يعني. بس انت يعني الناس طبعا ايه، انا ممكن توصل ل 80 85 اخرك يعني. بعد كده هتلاقي بقى لو بوليس شافك على السرعة دي هيبتدي يديك مخالفة. ومخالفة السرعة هنا مش حاجة حلوة خالص، يعني مش حاجة اللي هو مخالفة هتروح تدفعها. لا، انت المخالفة بتتقدر على حسب الخطورة بتاعتها. فطبعا مخالفة السرعة هنا من المخالفات الخطرة في البلد. فالغرامة بتاعتها أول حاجة بتبقى عالية، تاني حاجة بيدي لك نقط على الرخصة بتاعتك. طيب النقط دي عبارة عن إيه؟ أنت ليك 11 نقطة على الرخصة. كل حاجة غلط بتعملها بتديك عدد من النقط. يعني مثلا أنت السرعة ممكن تاخد عليها من نقطتين لثلاث نقط. عملت مخالفة إن أنت كسرت إشارة حوالي 3 نقط. الحاجات دي كلها إيه؟ بتديك نقط على الرخصة. بمجرد ما بتوصل ل 11 نقطة بيسحبوا منك الرخصة، خلاص انت كده مالكش سواقة تاني في البلد. تمام، بيشيلوا منك الرخصة وما ينفعش تسوق، ما ينفعش تطلع رخصة تاني. وطبعا مع كل نقطة بتاخدها بتعلي لك التأمين اللي انت بتدفعه كل شهر. يعني مثلا انت بتدفع $100 في الشهر، عملت مخالفة سرعة 3 نقط اتحطت عندك على الرخصة، تلاقي نفسك ان انت وصلت ان انت بتدفع 160 ولا $170 في الشهر. دي تكلم شركة التأمين يقول لك اه، ما انت دلوقتي انسان متهور، فاحتمالية ان انت تعمل مشاكل او لا قدر الله تعمل حادثة هتبقى عالية. فاحنا لازم نعلي ايه، التعريفة بتاعة التأمين بتاعتك. فيعني طبعا هنا ما انصحش اي حد بالمخالفات دي، لان المخالفات دي بمجرد ما اتحطت ما بتتشالش من عليك يعني. طالما انت عملتها خلاص، انت المخالفة عليك عليك، وهتنزل عليك نقط في الرخصة، تبقى مشاكل. ويعني ايه، انا واحد من الناس ما بحبش اخالف القوانين بتاعة المكان اللي انا قاعد فيه. ان انا ايام مصر يعني الحمد لله انا طالع من مصر ما عنديش ولا مخالفة على العربية ولا على رخصتي ولا على اي حاجة من الحاجات دي. ف
قلت بقى تيجوا معايا نتفرج على الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده. يعني ده طريق رئيسي. هو هنا اغلب الطرق زي ما انتم شايفين كده تحسها ان هي طريق سريع، وهو فعلا هي طرق سريعة. تمام. ده اسمه اي 135، اي 135. ده بيبقى موصل من دالاس، بياخدك لحد اوستن تحت خالص. تمام. مش يعني هو بيتفرع طبعا في حتت معينة، بيبقى فيه ويست وإيست وكده، بس يعني ده اللي الأساسي اللي هيوصلك مناطق كتير. والسواقة هنا في دالاس ممتعة، بس في نفس الوقت لو انت مش متمكن قوي هتبقى الموضوع صعب بالنسبة لك، لأن بصراحة يعني التكساساوية هنا ما بيهزروش في السواقة. زي ما انت شايف كده معظم العربيات اللي ماشية كبيرة هم هنا بيحبوا العربيات الكبيرة. وده يرجع لسبب، لان احنا لو رجعنا لاصل تكساس في الاصل بلد رعاة البقر او الكاوبويز، يعني هي دي اللي مشهورة عنها. والكاوبويز لسه لحد النهارده موجودين في تكساس وفي المزارع، وبيمشوا تلاقيهم في الشارع وفي كل حاجة، وليهم هنا احترام. يعني دكاترة ماشيين زي ما احنا بنحترم الدكاترة كده في مصر، هم هنا بيحترموا الكاوبويز، لان هم دول اللي بياخدوا بالهم من الثروه الحيوانيه في البلد. يعني هم هنا دايما يقولوا من غير الكاوبويز مش هيبقى فيه اكل، مش هيبقى فيه شرب، مش هنعرف ناكل، مش هنعرف نشرب. فليهم احترام قوي هنا. فطبعا بحكم طبيعه عملهم ان هم بينقلوا المواشي في عربيات، والمزارع طبعا هنا مساحاتها بتبقى شاسعه. يعني لسه كنت بتكلم مع واحد صديقي على في مزرعة هنا مشهورة حتى طلعت في مسلسل، المساحة بتاعتها فوق ال 200 ألف فدان. طبعا ده رقم يعني خرافي. تخيل انت أكبر من 200 ألف فدان، يعني هي 200 ألف وكسور. فده طبعا مساحة مهولة جدا. فطبعا بيحتاجوا العربيات الكبيرة دي. فانت طول ما انت ماشي التركات هنا والعربيات الجيب هي المكتسحة في كل حتة. آه، فهم متمكنين بقى وحافظين بلدهم. فانت لو جاي مش متمكن من السواقة ان انت تسوق في وسط الناس دي، الموضوع مش سهل خالص. وخصوصا كمان لان الطريق هنا السرعة بتاعته عالية، فهتبقى يعني مشكلة. فبس زي ما انتم شايفين كده الطريق، احنا طبعا ايه اخدنا طريق فرعي دلوقتي علشان طالعين رايحين للمكان اللي هيعمل لنا التست. هو المكان في المنطقة دي، بس أنا مش متذكر يعني 100% المكان فين بالظبط. وبصراحة مكسل أفتح الجي بي إس وأشوف هو فين، فأنا فاكره بالشبه يعني. فإحنا ما وراناش حاجة، أنا النهاردة آخد أجازة من الشغل عشان أعمل الموضوع ده. فتعالوا نستكشف. أنا فاكر إن هو كان في المنطقة دي، أنا متأكد إن هو في المنطقة دي، بس فين بالظبط في المنطقة دي ده اللي إحنا هنكتشفه مع بعض دلوقتي. فخلينا ماشيين، يعني ايه اللي هيحصل لنا؟ هنتوه نلاقي يعني في الاخر ان شاء الله. فبس انا عن نفسي بحب تكساس. اي نعم الجو هنا حر بطريقة يعني مش قادر اقول لكم. وانتوا اكيد شفتوا في كاس العالم الناس كلها كانت بتشتكي من درجة الحرارة، لان انت تكساس دي تعتبر في النص التحتاني بتاع امريكا. يعني انت لو فتحت الخريطة، احاول اشوف لكم لو في صورة للخريطة نحطها على الفيديو هنا واحنا بنتكلم. تكساس في النص، مفيش حواليها اي حاجة، مفيش غير عند هيوستن تحت، المينا بتاعت هيوستن والبحر اللي هو على خليج المكسيك. فدرجة الحرارة هنا عالية لان هي تعتبر شوية صحراوية. يعني تكساس تعتبر شوية مدية على ان هي ولاية صحراوية. تمام. فعشان كده درجة الحرارة بتاعتها عالية. فاحنا دلوقتي هنروح نكتشف المكان بتاع الاختبار ده اللي هنعمله. هو بيبقى زي مركز صيانة سيارات كده، هندور عليه. تمام. وأول ما هنلاقيه إيه هتلاقيني رجعت لكم تاني في الفيديو. تمام. أنا مش عايز أطول عليكم عشان الفيديو ميبقاش ممل. احنا ماشيين قاعدين ندور مع بعض، فأنا هوصل له وأرجع لكم تاني على طول.
طيب يا جماعة، احنا وصلنا اهو المكان، وهو اخد بقى العربية هيدخل يعمل لها التيست بتاعها. وزي ما انتم شايفين المكان يعني ما شاء الله كبير. دي مش اول مرة اجي، انا جيت هنا قبل كده مرة وعملت التيست ده. هو بقى انت هنا بتيجي بتسلمه العربية، هو بيدخل جوه، تمام، بيدخل العربية بيظبطوها. وبرضو وانا ماشي كان عندي طلع لي كده على الشاشة ان العجلة اللي ورا يمين فيها حاجة، فقلت له برضو عليها، فهم هياخدوا بقى بالهم من الموضوع كله. تمام. واحنا بننتظر عبال ما هو يخلص، واول ما بيخلص احنا بناخد العربية وبنتوكل على الله على طول. فبس بقى يا جماعة، زي ما انتم شايفين احنا جينا سلمنا العربية، وفي المكان هنا انت بتديله المفتاح وهو بيدخل ياخد باله من كل حاجة في العربية بقى ويظبطها لك. وبعدين هيدينا التقرير بتاعنا ان شاء الله اللي هناخده ونطلع بيه على المرور. فخليكم بقى معايا، هستلم العربية وهنكمل الفلوج ده من العربية ان شاء الله. وهنروح بقى المرور، نتفرج على المرور والاجراءات بتتعمل ازاي وبتاخد وقت قد ايه عبال ما هنخلص الترخيص. تمام. وهقول لكم برضه احنا دفعنا كام هنا وهندفع كام في المرور. هديكم يعني الخلفيه كلها عن الموضوع ده هيكلفكم قد ايه وانت بتجدد الترخيص. تمام. هو انا الترخيص لما نقلت من نيويورك لتكساس بثمن اللوحات بكل حاجه كان ب 205 دولار. تمام. ان انا لسه كنت شايف الورق عندي في العربيه فافتكرت السعر. فهنشوف دلوقتي بقى التجديد هيبقى بكام، زائد الاختبار اللي هم هيعملوه ده بكام. وهقول لكم كل حاجه ان شاء الله في الفيديو ده. وهنخلص وهاخدكم بقى نروح نغسل العربيه، لان هي بصراحه بقى لها يعني فتره كبيره جدا ما اتغسلتش. فهنروح نغسل العربيه، وهتخليكم بقى معايا نتفرج على كل حاجه النهارده في اليوم ان شاء الله. يا جماعه، العجله اتفكت اهي زي ما انتم شايفين. هحاول اقرب لكم شويه. العجله اتفكت من العربيه وبيحاولوا يشوفوا هي فيها ايه بالظبط. تمام. فربنا يستر يعني ما تبقاش حاجة جامدة. تمام. وتعدي على خير. فأنا معاكم زي ما انتم شايفين كده لحظة بلحظة. ويعني يا رب بس يخلصوا بسرعة علشان نلحق المشوار بتاع المرور دوت. فإن شاء الله خير. لما بتيجي مفروض بتخش تقعد في المبنى الإزاز اللي ورايا ده. تمام. تكييف جوه، فيه قهوة جوه، بس أنا يعني قررت إن أنا أقف بره النهاردة علشان نصور لكم اللي بيحصل هنا كله، وتبقوا شايفين معايا كل حاجة خطوة بخطوة يعني. بس هو الطبيعي ان انت لما بتيجي بتسلم عربيتك عندهم هنا بتخش تبلغهم باللي انت عايزه في المكان ده، وبتخش بقى تقعد تشرب قهوتك، تعمل حاجة لحد ما هم يخلصوا ويندهوا عليك يدوك المفتاح يقول لك كل حاجة جاهزة. وطبعا يطبعوا لك التقرير بتاعك تاخده وتمشي. فهي الفكرة كلها موضوع الفحص ده اللي هم بيعملوه، او التقرير للمرور ده. ده بيبقى في اي مركز صيانة. تمام. بيبقى معتمد من تبع المرور، بيبقى عنده الجهاز فبيعملوا الفحص ده، بيبقى معتمد من المرور. فانت بتاخد الورقة وبتروح بيها المرور على طول، فالموضوع بيبقى سهل يعني. فبس يعني احنا فاضل لنا هم دلوقتي هيبدأوا شغل على التقرير دهوت، واول ما يخلص هنتوكل على الله وهيبقى في طريقنا للمرور. وبرضه هتبقوا معايا هتشوفوا السكة لحد المرور، وهنخش المرور نشوف هياخد مننا وقت قد ايه وتكلفة قد ايه. فخليكم معايا بقى في الفيديو. طيب الحمد لله احنا خلصنا موضوع العربية وادونا الورقة بتاعت الانسبكشن دي والايصال. دفعنا 18 دولار ونص. والله يعني كويس، انا كنت متوقع اكتر من كده. دلوقتي هنحط العنوان بتاع المرور، وهنتوكل على الله هنروح هناك. وان شاء الله اول ما نوصل برضو هصور لكم المرور من جوه وهقول لكم التكلفة واخدنا وقت قد ايه. احنا هنا بالظبط قعدنا 20 دقيقة. ال 20 دقيقة دي كانت متضمنة العجلة ان هم كشفوا عليها، ومتضمنة الفحص اللي احنا عملناه للعربية علشان يشوفوا التلوث بتاعها. وخلاص كل حاجة تمت الحمد لله. اخدنا 20 دقيقة، دفعنا 18 دولار ونص. هنروح على المرور هنشوف هناخد قد ايه وهندفع قد ايه. فخليكم معايا. طيب يا جماعة، احنا اهو خلاص في اتجاهنا للمرور. قدامنا 3 دقايق ونوصل هناك ان شاء الله. فنتوكل
انا قلت نكمل الفيديو بقى مع بعض. ما بحبش يعني افتح الفيديو وانا في السواقه كتير، لان انا زي ما قلت لكم المسافات هنا طويله جدا، فانا مش عايزكم يعني تزهقوا من الفيديو وانتوا قاعدين بتتفرجوا عليه. انتوا تبقوا شايفين الشارع كده على طول مسافات كتيره. فبحاول ان انا اختصر برضه علشان يعني اديكوا المفيد في الفيديو، حاجه تبقى كويسه ان انتوا تتفرجوا عليها، مش بس ان انا فاتح كده الكاميرا على الشارع على طول. لا، محتاجين حاجة كويسة. والمنطقة دي يعني انا اول مرة اجي الحتة دي بصراحة. زي ما قلت لكم تكساس كتر ما هي كبيرة، في مناطق كتير جدا في تكساس ممكن تبقى انت عايش فيها وعمرك ما رحتها قبل كده. دي منطقة من المناطق اللي انا اول مرة ادخل فيها، يعني ابقى شايفها اجي المنطقة دي. ما يعني عمري ما جيت قبل كده، عمري ما كان ليا مشوار هنا، بس يعني اهو بقى ليا مشوار في المرور وجيت هنا اهوت. فاديني بستكشف المنطقة معاكم. على فكرة أنا بشوفها أول مرة زيكم بالظبط يعني. المحلات هنا إيه، في محلات كتير. ولو انتوا أخدتوا بالكم هنا دايما المحلات بتبقى بعيدة عن المناطق السكنية، يعني مفيش عماير، مفيش بيوت في المنطقة اللي فيها المحلات. ده لسببين: علشان ما يبقاش فيه دوشة جنب السكان، يعني انت ما تبقاش نايم وبقى فيه دوشة ومحلات وكده جنبك. والسبب التاني هم بيفضلوا يعملوا المحلات والمنشآت وأي حاجة في مكان بعيد شوية عن السكن، علشان يبقى عندك مساحة إن أنت تلاقي ركنة تركن فيها عربيتك. لما تيجي ما تجيش بقى تقعد 3 ساعات قاعد بتدور على ركنة، تمام، ومش لاقي الركنة اللي أنت هتركن فيها. فهم هنا كل مكان بيبقى جنب منه الباركينج بتاعه للعربيات. واحنا وصلنا اهو وركنا. تعالوا بقى ننزل نشوف هنخلص الموضوع ده ازاي، هناخد وقت قد ايه، هندفع كام، كل الحاجات دي خليكم معايا فيها. واعذروني لو انا ما عرفتش ان انا اصور المايك يبقى موجود في في الفيديو، تمام، لان طبعا ممكن يبقى التصوير ممنوع جوه. فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم المنظر عامل ازاي من جوه. وخليكم معايا وتعالوا نشوف هيحصل ايه. ده يا جماعة شكل المرور من جوه زي ما انتوا شايفين. انا بالظبط اخدت وقت جوه 8 دقايق بالظبط في المرور. ده شكل المرور، شكله حلو جدا، نضيف جدا، فاضي بسرعة. دفعنا 78 دولار علشان نجدد الترخيص، وعندنا 18 دولار ونص. فتعالوا بقى نطلع ونشوف اللي حصل ايه وايه الاجراءات كلها. ده المكان كله اهو من هنا. طبعا المكان حلو جدا يا جماعة. هخلص حاجة هنا بسرعة وهرجع لكم تاني. بس يا جماعة احنا خلصنا مشوار المرور اهو، وخلصنا كل حاجة معانا، وما خدناش وقت خالص بصراحة. يعني انا كنت متوقع ان احنا هنقعد حبة حلوين. احنا ما قعدناش خالص، يعني انا خدت بالظبط 8 دقايق قبل ما خلصت. ده شكل المكان من بره. ف ده كان المرور. طبعا عايزين نروح نغسل العربية، فهنتوجه دلوقتي لمغسلة العربيات، نحاول ان احنا نغسل العربية بتاعتنا، وهوريكم بقى المغسلة شغالة ازاي وكل حاجة. فخليكم معايا، هنروح بقى نغسل العربية دلوقتي، تتفرجوا المغسلة هنا عاملة ازاي. انا بغسل في مغسلة تعتبر يعني سيلف كلين، انت اللي بتعمل كل حاجة بنفسك. فتعالوا اخدكم معايا نروح نغسل العربية. ماشي يا جماعة، احنا وصلنا عند المغسلة اهو. هاخدكم بقى معايا تشوفوا التجربة بتاعة المغسلة دي. يلا بينا. عشان انت اول ما بتوصل هنا بتخش عند البوابة دي. طبعا انا عامل هنا اشتراك للمغسلة دي، بتدفع 23 دولار في الشهر، وبتدخل على طول، مش محتاج يعني ان انت تعمل اي حاجة. فانت بتدفع الاشتراك في المغسلة شهريا 23 دولار، وغير محدود.
الغسيل بقى غير محدود، ان شاء الله رحت غسلت في اليوم 20 مرة، محدش هيقول لك حاجة. المغسلة بتاعت العربيات هنا بتختلف من مكان للتاني. دي مغسلة ذاتية، يعني انت بتدخل بتقف بيغسلها لك من بره، بعد كده بقى انت عايز تغسل من جوه هتشوف طبعا دلوقتي معايا ازاي هنغسل العربية من جوه. في يعني انواع تانية من المغاسل السيارات بتبقى اللي فيها العمال، الناس اللي بيغسلوا لك يعني العربية، طبعا بتكون اغلى بكتير، بتبقى الغسلة الواحدة بحوالي $60، ده اللي انا شفته يعني، بتبقى ب$60 ب$80. فانت طبعا بتخش كده في الصف بعد ما بتعدي البوابة دي على طول. تمام. يلا بينا نعدي من هنا، مش عارف النهاردة الدنيا زحمة ليه في المغسلة دي. ان شاء الله يبقى كويس. والصندوق اللي انتوا شايفينه عند المدخل ده، اللي الناس بتاخد منه الحاجة، ده بيبقى فيه معطرات للعربية، وبيبقى فيه زي وايبس، مناديل مبللة كده عشان تمسح بيها التابلو وتمسح من جوه، طبعا دي مجانا مع الاشتراك. تمام. تعالوا ايه ناخد منهم شوية لما نقرب. لسه العربية دي قدامي، هنقرب دلوقتي ناخد الحاجة اهو. نفتح الازاز. دي معطرات عربية، طبعا انت تاخد اللي انت عايزه، انا باخد اتنين عشان انا العربية عندي كبيرة شوية، خدنا اتنين اهو. وناخد برضو وايبس من هنا عشان نبقى نمسح العربية بعد ما نخلص. فا اهو، دي الحاجة اللي احنا اخدناها، هنسيبها دلوقتي على جنب، نرجع الكاميرا مكانها وندخل بقى لمرحلة الغسيل. أنا اهو على الغسيل، العربية اللي قدامي دي تعدي الأول، وبعد كده بيبقى في شخص واقف على جنب بيدي لك التعليمات ازاي تخش في الحارة بتاعة الغسيل. صراحة يعني ده من المشاريع اللي أنا شايفها ممتازة جدا، يعني المشروع حلو قوي، مش مكلف، هو أنت بس بتشتري المكن ده وبتدخل في الشخص ده اللي بيدخلنا جوه، بيرش زي مزيل للأوساخ كده علشان تبقى عملية الغسل أسهل. أول ما بتخش بتحط العربية على الإن أو بتنورها يعني، وتبتدي بقى إيه رحلة الغسيل أهو معانا. طبعا هو رش السائل ده على العربية. هنخش بقى في مراحل الغسيل بتاعتها، صراحة بتبقى ممتعة، وبالليل بيبقى فيها أنوار شغالة. الأنوار بقى اللي فوق دي بالليل مبتبقاش لها حل بصراحة، بتبقى أنوار كتير، والموضوع سريع. يعني أنا بفضل المغسلة دي عن أي مغسلة تانية لسبب معين. السبب إن أنت في أي وقت العربية عايز تغسلها ممكن تيجي تقوم معدي في مرحلة الغسيل دي. تمام. تغسل لك العربية من بره وتروح أنت بقى تكمل المشوار بتاعك أيا كان مشوارك إيه. وبعد كده هنا بيقول لك هيبتدوا إن هما يعملوا البولش بالشمع على العربية. بعد كده دي الجيتات اللي بتشطف العربية من المية. في هنا برضو دي للجناب بتاعت العربية والعجل. العربية تتغسل من تحت برضو، بيبقى في زي رشاشات مية كده تحت العربية بتغسلها لك. ده كده هنا بيديك طبقة سيراميك للعربية كلها علشان تديها لمعة.
هي طبقة السيراميك على العربية. بعد كده ده ملمع الإطارات أو ملمع الكاوتش، ملمع لك الكاوتش. بعد كده بتطلع بقى في الآخر هنا، أنا مش عارف لو الصورة واضحة بالنسبة لكم، دي مضخات هواء بتشيل لك بقى كل المية اللي على العربية. زي ما انتم شايفين المية كلها بتتزحلق اهي، والعربية هتبقى نظيفة دلوقتي. طبعا انت اول ما بتطلع بيديلك انديكيشن ان انت تروح، فانت تبتدي ان انت بقى تتحكم في العربية. كانت هي الاول هي اللي ممشية العربية، انت بتيجي تتحكم. اول ما بتيجي تخلص بقى تيجي هنا تشوف مكان تركن فيه. احنا عايزين نروح نشوف مكان كده في الاخر نروح نركن فيه، فالمكان ده حلو عشان نعرف نصور مع بعض. بس فاحنا خلصنا غسيل من بره، تعالوا بقى ايه نغسل العربية من الداخل ونشوف ازاي هنعرف نغسلها من جوه. يعني يلا بينا. بس انت بتيجي زي ما انتم شايفين التندة دي تحت منها الخراطيم دي كلها. الخراطيم دي عبارة عن مكانس، تبقى مكنسة هواء هنا، تمام. وفي مسدس الهواء ده. صراحة أنا بحب أبتدي بالمسدس بتاع الهواء، بنسلكه بس عشان الأول إيه. طبعا مهما كان الرشاشات اللي بترش المية دي حلو، محتاجة المية اللي على العربية تتشال علشان ما تغيرش. آه المسدس الهواء اللي عند الناحية بتاعتي ما كانش شغال، ده شغال أهو. ها يا جماعة، احنا دلوقتي معايا الاختراع ده، دي فوطة تجفيف للعربيات. بصراحة يعني المسحة منها تشيلك أي مية على العربية. اختراع جميل جدا، وفي نفس الوقت ما كانتش غالية والله. على ما أتذكر كانت بحوالي 15 دولار كنت جايبها. يعني بصراحة تنفعك جدا لو أنت واحد من هواة العربيات أو بتحب تغسل عربيات أو عندك أي حاجة يعني عايز تمسحها من المية.
تمام. فانا بحب الاول ابتدي ان انا انشف العربيه كده من بره، وبعد كده ندخل بقى على العربيه من جوه، يعني نشفط التراب ونعمل كل الحاجات دي. شنطه العربيه مليانه حاجات، نحط الفوطه هنا ونبتدي بقى ايه في شفط التراب من العربيه. بيبقى معاك المكنسه دي متوصله في الخرطوم هنا، نعديها بس من الباب. الموضوع بيبقى سريع قوي الصراحه يعني. فدي من الحاجات اللي انت لما بتيجي تغسل العربيه هنا بيبقى عندك المكنسه دي تكنس بيها العربيه ببلاش. تمام. وبيدوك فوط نضيفه هنا، يعني بتبقى مبلوله حاجه بسيطه كده بس عشان ايه تلمع لك الداخل بتاع العربيه بتاعك. انا بلمع بيها الدواسات بصراحه، اي حاجه هنا كده نقلبها الناحيه التانيه. انا كواحد من الناس بحب العربيات بصراحه، فبالنسبه لي ده يعني متعه اللي انا بعمله ده. تشيل اي تراب هنا على العربيه، فطبعا حاجه كويسه جدا ان انت تخش تغسل العربيه. هو بيوفر لك الفوطه اللي انت هتمسح بيها العربيه، بيدي لك المكنسه. تمام. هو طبعا موفر عماله. شوف هو لو كان جاب ناس يعملوا الموضوع ده كان هيبقى عنده عماله قد ايه، وكانت الغسله هتبقى مكلفه بالنسبه لك. فهو قطع كل التكلفه دي لان هو عمل مشروع سهل وبسيط يقدر اي حد يعني ايه عايز يبتدي يعمل مشروع زيه. اتمنى مثلا ان احنا نلاقي حاجه زي كده عندنا في مصر او في الدول العربيه، ان انت تدي لك التجربه بتاعت ان انت اللي تغسل العربيه بتاعتك بنفسك. تمام.
كنا هنعمل برضو الكنبة اللي ورا، بس انا لسه غاسل الكنبة، وزي ما انتم شايفين متركب فيها المكان بتاع الكلب عندي، فمش هنعرف نوصل لأي حاجة جوه. احنا نكمل العربية من هنا، نعمل الأبواب. ونعمل برضو الحتة دي بتاعة الكرسي والتابلو. المنطقة دي دايما على طول بتلم تراب، نعملها برضو. بعدين هناخد فوطة مبلولة حاجة بسيطة ونعمل بيها الكاوتش بقى بتاع العربية. وهنا بقى يا جماعة ان شاء الله ايه، ناخد واحد من الوايبس اللي هم ادوهولنا ده. تمام اهو، ده حجمه كبير يعني مش صغير. نبتدي نمسح بيه كده التابلو من هنا بتاع العربية، يعني بيشيل اي تراب، يديله لمعة خفيفة كده زي ما انتم شايفين. مش عارف اوصل للناحية اللي هناك، وبصراحة مكسل ان انا اروح اقعد في الجزئية التانية، وبرضه بيبقى زي معقم كده، فانا ايه هستغله ان انا امسح الدركسيون. لازم احب انا انضف الدركسيون قوي. اي حاجة بقى يعني، برضه زي ما انتوا شفتوا النهاردة كان في ناس ركبوا العربية عملوا لنا شوية حاجات في العربية، فايه دركسيون والجير بوكس هنا برضه نمسحه. تمام، فضلت معانا واحدة نبقى ايه نشيلها للغسلة الجاية. ننزل هنرمي الوايبس دي، بس لقيت حتة في الباب قلت اخدها بالمرة معايا وانا رايح. تمام، احنا كده خلصنا. ننزل نرمي الكيسة هنا، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. ادخل جوه من الهوا ده، وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. استنوني الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي احنا شغالين عليه بقالنا كتير، اكتر من اسبوعين دلوقتي، ان احنا نجهزه ونطلعه لكم باحسن شكل ممكن. فاستنوني الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.